السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نهضروا على هاد التصدي هذا. تصدي أسطوري ديال الحارس المرمى ديالنا ياسين بونو، اللي كان هو السد المنيع قدام هالاند وقدام الهجوم ديال السيتي. شناه كيفاش قدر انه يكون سد منيع وما يخلي حتى شي ويكونوا تصديات ديالو حاسمه مع مهاجمين كبار. البلاصه ديال ياسين بونو ماشي الدوري السعودي. ياسين بونو خاص يكون في شي فريق يكون كبير، شي فريق يكون عريق، ريال مدريد، برشلونه، السيتي، الارسنال، ليفربول، تشيلسي. هنا في خاص يكون ياسين بونو. فالمنتخب الوطني المغربي لا خوف عليه، وغيبقى ياسين بونو هو الرقم واحد في المنتخب الوطني المغربي. والركراكي ان شاء الله غادي يكون عنده حارس كبير في كاس افريقيا قدام هجوم ديال دول شمال افريقيا اللي غيكونوا محرز، وغيكون بزاف ديال اللاعبين مصريين وعارفين محمد صلاح والسرعه ديالو. اذا ياسين بونو بهذا التصدي ديالو ضد السيتي غادي يكون احسن تصدي ديال الكره، تصدي في العالم في تاريخ كره القدم. كتمشي عليه بهذا الليد وكيمشي كيجيبها بهذا الليد بواحد انسيابيه العنكبوت. ياسين بونو كيبصم على مونديال للانديه كبير امام عمالقه كره القدم. وشنا كيفاش غادي يوصل الهلال ان شاء الله الادوار متقدمه من هذا الكاس العالم للانديه، اللي عارفين ان دابا الفريق الوحيد الممثل ديال العرب هو الهلال. اذا بالتوفيق لهذا اللاعب الكبير، وبالتوفيق للهلال السعودي، وبالتوفيق لياسين بونو ان شاء الله. اللي بغينا هاد التصويره هادي بين هاد التصويره هادي ولا هاد التصدي هذا يكون هو الرمز ديال الهلال، ولا يكون هو الرمز ديال الحراس ديال كرة المرمى، كرة القدم على مر التاريخ، ويكون شعار ديال شي نادي ولا شعار ديال شي مسابقة. لأن تصدي كبير وكيبين أن ياسين بونو هو أحسن حارس في العالم، وأحسن حارس بدون استثناء. وتخليوا لي في التعاليق ديالكم اشنو بان لكم في هذا التصدي ديال ياسين بونو، وكيفاش خاص الهلال انه يتعامل مع هذا الحارس العملاق دابا. ومسيره موفقه لياسين بونو مع الهلال السعودي، وان شاء الله علاش لا ما نشوفوش في فرقه كبيره ان شاء الله في الدوري الاسباني ولا الدوري الانجليزي ولا الدوري الايطالي. فياسين بونو عنده جميع الامكانيات باش يكون انه باش يبين ولا يكون حارس كبير. وهو بين لنا انه الحراس المرمى في المغرب كيبقى هو احسن الحراس. اذا خلوا لي في التعاليق ديالكم كي جاكم الحارس المرمى بونو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.